هذا الديناصور شداه المغرب، يا رب يظل يسب فيهم، يظل يسب فيهم ويظل يشتم فيهم ويقول كلام قبيح عليهم، بعد كيروح. هذا استفزاز. وزايد حتى داخل المغرب ينقل يقول باللي الفريق المغربي يقيم في فندق يعني يا ربي الماريوت 5 نجوم. عليه هذا الرياء، علاش هذا الكذب، وعلاش هذا الخداع، وعلاش هذا الشتاء باش ترضي جماعة الزريبة تقول انه الفندق مش مليح. هذا يسموه الماريوت، مش مغربي، موش فندق مغربي، هذا فندق سلسلة دولية عالمية عندها إدارة عالمية. والتحضير يعني عادي، والافتتاح عادي، مش عادي، افتتاح ممتاز وتحضير ممتاز. والمغرب سخر كل الإمكانيات، لأن الملاعب اللي تحتضن كأس إفريقيا هي نفس الملاعب التي ستحتضن كأس العالم. يعني لما توجد أنه 9 ملاعب دولية تم وضعها تحت تصرف كأس إفريقيا، هذا إنجاز عظيم. يا عباد ربي، خصمك أو عدوك كي يكون فيه خصلة مليحة قول، ما لازمش تحاولوا على أي عيوب. لا، فيه عيوب قال فيه عيوب، فيه إيجابيات قال إيجابيات، وراه المشكل ما نقدرش نغطيو الشمس بالغربال. إذا هذا المجغللو كمال مهوي تاع النهار يعني رايح للمغرب يستفز فيهم. الحمد لله أنه صدرت الأوامر بالأمس، بلغني أنه صدرت أوامر من أعلى السلطات، يعني من رئاسة الجمهورية، قال لهم قل له يدخل. ونظن أنه اليوم دخل الجزائر، إذا ما دخلش البارح في الليل اليوم دخل الجزائر. لأنني نقول له هذا كمال مهوي، أنت غير مرغوب فيك في المغرب. لأنه البارح سألوني قال لي بزيروشي يتحرض ضده. لا، أنا بالعكس راني نبهته، قلت له رد بالك راهم يحوسوا عليك في المغرب، قاسم بالله غير عليه يرفدوك. لكن النظام المغربي لأنه ذكي، والأمن المغربي لأنه ذكي، ما حبوش يشدوه في المطار لا في الدخول ولا في الخروج، حتى لا يتم استغلال توقيف مراسل النهار لأغراض غير نبيلة وما على بالهم بها. بصح قال لك موش وقته، ما دام جاء في إطار كأس إفريقيا احنا ماذا بينا ما يجيش، ولكن ما دام جاء خلي الزمار يدخل، ولكن غير مرحب به. لكن المواطنين المغاربه لو كان يحكموك يا كمال في الطريق ولا في الصطاد راهم يعطوك الطريق حتى كلاب. اذا نصيحتي ليك الا مازلت في المغرب ازرب وخرج، بالرغم من انني متاكد انه تم اخراجه وليس طرده. خاطر ما يخرجش دركا واحد يقول لك طردوه من المغرب، لا. اولا ما يقدروش يطردوه، لانه ليس من مصلحه النظام المغربي او الامن المغربي طرد اي صحافي، لانه وصمه عار، ما يقدرش يطردوه. ولم يتم طرده، بل تم إخراجه، يعني بأوامر من الجزائر قال له عاود ولي، قطعوا له تذكرة عودة وقال له ازرب أرواح عن طريق تونس. طبعا ما كانش طائرة الجزائر، يروح عن طريق تونس، من تونس يدخل إلى الجزائر. لكن واحد مثل هذا كمال مهوي من بين الناس المشوشين الذين يريدون الفتنة، واللي مهمته قذرة. شكون اللي يبعثوا؟ الله أعلم. شكون اللي بعثوا قالوا روح دير الفوضى ودير المشكل؟ يكون واحد من الزريبه اللي طلب من هذا الصحافي تاع التلفزيون اللي قال له قول بلي الامطار الاخيره كشفت تواطؤ النظام المغربي. نفس العصابه، نفس الكوري هو اللي قال كمال وهوي قال له روح ودير لنا شويه بوستيشات وقول بلي الحاله مش مليحه وتنظيم سيء وملاعب مش مليحه وكذا وكذا، لمحاوله تعكير صفو العرس. لكن هذا امر غير أخلاقي وغير رياضي، ولا يشرف الجزائر ولا يمثل الجزائريين.